السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد عقيل. في الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم عن أول فيديو في السلسلة بتاعت أساسيات البرمجة، وهو أنواع. أول حاجة هنتكلم عنها هو أنواع الكمبيوتر. أنواع الكمبيوتر، لو إحنا في ناس ممكن تبقى فاكرة إن هو الكمبيوتر هو بالشكل ده، ولكن ده برضه كمبيوتر. اللي هو اللابتوب ده يعتبر كمبيوتر، والموبايل في إيدينا ده يعتبر برضه كمبيوتر، والتابلت برضه يعتبر كمبيوتر. فكل دي أشكال وأنواع الكمبيوتر. طيب إيه هو بقى الكمبيوتر؟ الكمبيوتر بيتكون من جزئين، هما الهاردوير والسوفت وير. تعالوا نشوف القصة كده من الأول. إيه هو الهاردوير وبيتكون من إيه؟ الهاردوير بيتكون من أول جزء وهو السي بي يو أو البروسيسور، وده بيكون أهم جزء في الهاردوير، وبنقول عليه إن هو ده قلب الكمبيوتر. طيب السي بي يو لوحده في الكمبيوتر مش هو قد كل حاجة. علشان نكمل الكمبيوتر كنا محتاجين ذاكرة للكمبيوتر أو الميموري، والميموري دي علشان نخزن فيها أي حاجة. طيب أنا عشان أتعامل مع العالم الخارجي، إن أنا أعرض حاجة على الشاشة، أو إن أنا أستقبل حاجة من الكيبورد أو الماوس، فكنت محتاج للآي أو أو الإنبوت أوتبوت. طيب المايكرو بروسيسور او السي بي يو ده بيتعامل مع الميموري والاي او ازاي؟ ازاي بيختار ان الحاجه دي هيتكلم ده ولا ده امتى؟ فكان محتاج اللي يكون عندنا حاجه اسمها الادرس باص، والادرس باص ده كل مكان في الميموري بيكون ليه عنوان معين. علشان انا اكلم العنوان ده، فبقدر ابعت العنوان بتاعه من السي بي يو على اللاين دوت. السي بي يو بيبعت العنوان عشان يبدا يقول له ان انا اكلمك. نفس الكلام كل جزء عندنا من الاي او، يعني سواء الماوس بيكون ليه عنوان معين، الكيبورد كل مكان في الكيبورد بيكون ليه عنوان معين. فعلشان السي بي يو يكلمه، فبيقدر يتواصل معاه عن طريق الادرس باص. تمام زي الفل لحد دلوقتي. طيب انا عايز ابعت داتا او استقبل داتا من الميموري، فكنت محتاج لحاجه اسمها داتا باص. الداتا باص مختلف عن ادرس باص، لان في الادرس باص انا كنت السي بي يو هو اللي بيبعت بس، اما الداتا باص ده بيقدر يبعت للميموري والاي او، وكمان يقدر يستقبل من الميموري والاي او. طيب علشان احدد انا هبعت للميموري والاي او ولا هستقبل منهم، كنت محتاج لحاجه ثالثه وهي الكنترول باس. كنترول باس ده بيقول لي انا هقدر ابعت للميموري، يعني انا اللي هبعت، السي بي يو هيبعت للميموري. لو هو اللي هيبعت للميموري فبقدر اقول له الكنترول باس اللي هو اللي بيعرف ان هو هيبعت للميموري. نفس الكلام لو هو يستقبل الميموري، فالكنترول باس هو اللي بيحدد ان هو يستقبل من الميموري. اما بالنسبه للسوفت وير فده الاوامر اللي الكمبيوتر بياخدها عشان ينفذ اي حاجه او حاجه معينه، وهنتكلم عليه في الفيديو الجاي. تعالوا نكمل قصه الكمبيوتر او قصه الهاردوير. طيب احنا كده عرفنا الشكل بتاع السي بي يو والميموري والاي او. هنخش على الحاجه التانية، حاجه او كل جزء من ده بالتفصيل. بالنسبة للسي بي يو أو البروسيسور أو السنترال بروسيسنج يونت، كل دي أسماء للسي بي يو أو هو قلب الكمبيوتر. السي بي يو ده بيتكون من ثلاث أجزاء. أول جزء هو حاجة اسمها اي ال يو أو Arithmetic and Logic Unit. تمام. وعندنا ده بيعمل حاجتين، بيعمل عمليات الجمع وعمليات الضرب. وطبعا أي حاجة لها علاقة باللوجيك بتتم عن طريق الوحدة دي أو الجزء ده من السي بي يو. وتاني جزء في السي بي يو هو الكنترول يونت، أو دي وحدة التحكم. ودي أهم حاجة في السي بي يو. ليه بقى؟ عشان أي حاجة أنا عايز أنفذها بتيجي عن طريق السي يو. طيب السي يو ده بيعمل إيه؟ أول حاجة بيعمل ثلاث أوامر لكل حاجة بيعملها. أول حاجة بيعمل حاجة اسمها فيتش، يعني بيجيب الحاجة اللي هو عايز ينفذها ديت، سواء بقى عملية جمع أو عملية ضرب، إنما هيجيب حاجة ينقلها من مكان لمكان. طيب عشان يعرف بقى هو يعمل لها إيه، تيجي تاني مرحلة وهي الديكود، عشان يبدأ يفهم هو الأمر اللي هو جابه ده يبدأ يعمله إيه. علشان يبدأ ينفذه نخش على المرحلة الثالثة وهي الإكسكيوت. يبقى السي يو بيعمل ثلاث أوامر على طول كل مرة، وهم الفيتش والديكود والإكسكيوت. ثالث حاجة عندنا في السي بي يو وهي شوية ريجسترز، ودي بيكون عندنا حاجات جنرال وحاجات سبيسيفيك ريجسترز. من أهم الريجسترز اللي موجودين عندي
وهما الانستراكشن ريجستر او بنسميه الاي ار. وده بيبقى مسؤول شويه بالانستراكشنز اللي احنا هنعملها، بيسجل الانستراكشن ده. وعندنا البروجرام كاونتر بيسجل البروجرام او الانستراكشنز اللي انا هنفذه الجاي. يعني شويه تفاصيل الريجسترز دي داخله في شويه تفاصيل قوي، فممكن ما نتكلمش عليها دلوقتي. وعندنا الستاك بوينتر ده شويه له علاقه بالستاك، ان انا كل الحاجات بخزنها في الستاك بكون واقف عند مكان معين فبيخزن انا واقف فين بالظبط. نخش حاجه بعد كده وهي الجزء الخاص بالميموري. الميموري عندنا في نوعين من الميموري. النوع الاول هو البرايمري ستورج، والنوع الثاني هو السكندري ستورج. بالنسبه للنوع الاول، وهو عندنا اهم حاجه اول حاجه هو الروم او ريد اونلي ميموري. ده بيريد بس، تمام. طيب انا الروم ده كان اول ما اتعمل ما بقدرش امسحه او اقدر اعدل عليه وكده، هو بيتعمل مره واحده بس. فده كان مكلف جدا، فعشان يبداوا يطوروا فيه عملوا بيه روم ان هو بيجابل ايه، ريد اونلي ميموري. وبعد كده طوروا شويه عملوا اي بي روم، وطوروا اكتر وعملوا اي بي روم عشان يقدر ايه، اقدر ان انا ابرمجه وامسحه واستخدمه اكتر من مره. والروم بتبقى حاجة نون فولاتايل، يعني مش بتطير، يعني الحاجة اللي بتكون موجودة عليها ما بتنساش حتى لو قفلت الكمبيوتر. وعندنا نوع تاني من أنواع البرايمري ستورج وهو الرام. والرام ده هو ريد اكسس ميموري. ده ببساطة لو أنا فاتح الكمبيوتر وأنا فتحت كذا برنامج عليه، البرامج دي بتاخد مساحة من الرام. وأول ما بقفل الكمبيوتر أقفل الباور عن الكمبيوتر، كل الحاجات دي مش بتكون موجودة لو فتح الكمبيوتر مرة تانية. فدي حاجة فولاتايل. يعني إيه؟ يعني أول ما بقفل الكهرباء عنها أو أفصل الكهرباء عنها بتكون مش موجودة. تاني نوع عندنا من الاستورج هو السكندري ستورج. ده بيكون عندنا الهارد ديسك، ده طبعا بنخزن عليه أي حاجة عندنا. في كمان الأوبريتنج سيستم أو نظام التشغيل اللي احنا بنستخدمه. وطبعا السكندري ستورج بتكون أرخص من البرايمري ستورج، عشان كده بتكون مساحتها أكبر. وعندنا زي برضو الاس دي كارد، وعندنا الفلاش. دي أنواع من أنواع السكندري ستورج. نيجي بعد كده للجزء الثالث، هو الايه، الانبوت اوتبوت. الانبوت اوتبوت عندنا الانبوتس وعندنا الاوتبوتس. بالنسبه للانبوتس زي ايه، زي الميكروفون اللي انا بتكلم فيه، وكمان زي الماوس اللي انا بستخدمه عشان اعمل امر معين، وزي الكيبورد. دي كلها انبوتس. طبعا في انبوتس تانية كتير. بالنسبه للاوتبوتس، او لو جينا قلنا الانبوتس دي اي حاجه انا بستقبل الكمبيوتر بيستقبل منها داتا من بره، فهنحطها تحت بند الانبوت. بالنسبه للاوتبوت اي حاجه الكمبيوتر بيطلعها للعالم الخارجي، زي طبعا السكرين او الشاشه، وكمان البرينتر، وكمان السبيكر. وده كده كان نهايه الجزء الاولاني من الهاردوير بالنسبه لايه هو الكمبيوتر. دي حاجه بسيطه جدا. طبعا ممكن يكون في تفاصيل اكتر من كده كتير، بس دي مبدئيا كده بيعرفني اساسيات الكمبيوتر كهاردوير. هي اشوفكم في الفيديو الجاي وهو What is a computer software. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.